تعريف سريع بالبرنامج. انا ايمان ماليش في المطبخ خالص، ودي فيروز متعبه قوي في الاكل، فاحنا الاتنين قررنا نشجع بعض على الطبيخ والاكل باننا نفهم كل اكله بتفيدنا ازاي، ونحاول نجرب طرق كتير لطبخها لغايه لما نكتشف الطريقه اللي طعمها حلو وسهله وبسيطه. هو انا مش هتكلم خالص بقى؟ اتفضلي يا ستي. لو عملتم بحث سريع عن الأكلات الصحية أكيد هتطلع لكم الكينوا في جملة مفيدة. بصراحة دي كانت أصعب حاجة أخبيها في الأكل وتعجب فيروز. مامي جربتها في بايتس بجبنة وشوكولاتة وما عجبتنيش، لغاية ما في الآخر الحمد لله لقينا وصفة لذيذة وعجبت الأستاذة فيروز. بس الأول هنقول لكم ليه بناكل كينوا. يلا بينا. الكينوا فيها نسبة عالية من البروتين، والبروتين بيساعد على صحة العظام والبشرة والعضلات، والبروتين بيكون مضادات حيوية في الجسم علشان يحارب الأمراض، وكل خلايا في جسمنا محتاجة بروتين عشان تشتغل أصلا. الكينوا كمان فيها مكونات نباتية مضادة للأكسدة، يعني بتحمي الخلايا من التلف اللي بتسببه الجزيئات الغير المستقرة. والكينوا برضو فيها ألياف بتقلل الكوليسترول وبتمنع أمراض القلب، وكويسة جدا للجهاز الهضمي. بصوا الكينوا مليانة معادن مهمة جدا وفوائدها كتيرة، بس بصراحة علشان نبقى عملنا اللي علينا، لو جسمك بيعمل حصاوي بسهولة دي الحالة الوحيدة اللي هقولك فيها بلاش كينوا. غير كده كل كينوا. هناكلها ازاي بقى؟ الكينوا من الحاجات اللي ممكن تتاكل بأكتر من طريقة ومع أي حاجة، تطبخ مع بصل وتوم وخضار وتتحط مع الغدا أو تتعمل ساقعة في سلطة. في ناس بيعملوا التبولة بالكينوا بدل البرغل وممكن يتعمل حلو. أنا مثلا بحب قوي ساعات أفطر كينوا بالتفاح والعسل. هنوريكم النهاردة إزاي نعمل كينوا في كوكيز. هنحتاج كوباية كينوا، نص كوباية زبدة، نص كوباية سكر بني، ربع كوباية سكر، بيضة، كوباية وربع دقيق، معلقة صغيرة فانيليا، نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، نص معلقة صغيرة ملح، وكوباية من الشوكولات شيبس. وهنجيب بولة ونحط فيها الزبدة والسكر البني والسكر العادي ونقعد نقلبهم، وبعدين هنزود عليهم البيضة والفانيليا ونميكس جامد جدا جدا. وبعدين في بول تانية سيبريت هنحط فيها الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح، نقلبهم كويس قوي، وبعدين بالتدريج هنزودهم على الميكس بتاع الزبدة ونقعد نقلب لغاية لما يكونوا حاجة واحدة كده مع بعض. هنا بقى هنزود الكينوا والشوكولات شيبس، والخليط ده بقى هناخد منه سكوبس ونحطها في صينية فرن، ونحاول على قد ما نقدر يكون في مسافة ما بينهم، لان انا غلطت شوية وهما دخلوا في بعض بعد كده، بس مش مشكلة. انا حطيتهم حوالي 12 دقيقة وبعدين شلتهم وسبتهم يبردوا خالص، والحمد لله النتيجة كانت طعمها حلو جدا. قولوا لنا جربتوا الكينوا قبل كده ولا لا؟ وايه اكتر طريقة عجبتكم؟ شكرا علشان اتفرجتم على حلقات بناكل ليه. باي باي.